سلفتي طبت عليا على فجأة وقالت لي انا عايزه اكل باميه. وطبعا جريت كده وطلعت الشيف اللي جوايا عشان اعمل لها احلى باميه مع شويه رز بالشعريه كده، حاجه اللهم بارك تحفه. عايزه اقول لك ان الباميه دي انا ما حطيتهاش في طاجن ولا دخلتها الفرن، عملتها على السريع علشان خاطر الضيوف اللي جم. اول حاجه شويه زيت من الذره او زيت عباد الشمس زي ما انت حابه. معايا بصلايه فروزن حطيتها في الحله، معايا توم فروزن حطيته في الحله، قلبت الاتنين مع بعض لحد ما طلعوا ريحه وغيروا لونهم. وبعد كده حطيت الصلصه بتاعتي. الصلصه بتاعتي دي يا جماعه انا برضو عاملاها فروزن زي ما انت شايفه، كانت متلجه. ما كانش فيه وقت ابدا انها تفك لان ضيوف جم على فجأة. حطيت لها كده كوبايتين من المية السخنة بحيث ان هي تفك جواهم وما تبقاش قوامها تقيل، لان انا عموما بعملها قوام تقيل، ولو انا عايزة اخففها بخففها بشوية مية. فدي عشان خضار خففتها، في نفس الوقت هتفك معايا اسرع. معايا نص كوباية من الشطة، ربع كوباية من الكمون، نص كوباية من نص اسفة، كل حاجة ربع معلقة. دخلت اللحمة بتاعتي تستوى في الصلصة، ولما خدت 3/4 سوا جبت البامية بتاعتي اللي انا عاملاها فروزن من السنة اللي فاتت. شايفين خضارها عامل ازاي؟ نزلتها في الحلة بتاعتي، هتاخد 10 دقايق. البامية كنت جايباها في اوانها بتاخدش وقت، متفرزه حلو جدا. هنزل لكم فيديو بتفريز الباميه. ما خدتش معايا اي وقت، طلعت بالشكل التحفه ده. لو وصلتي لنهايه الفيديو متنسيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الله على خير، مع السلامه.